Mosaïque FM بودكاست على اون. مرحبا بكم في تونس. استنى ايوه، مرحبا بكم في تونس، بلاد الثورة المجيدة والشعب النبار، بلاد الحكومة الشرعية وإعلام العار. اليوم كان بودي نحكي لكم على تصريحات نقابات الأمن حول سيطرة علي العرايض على وزارة الداخلية وعجز لطفي بن جدو اللي لا حول ولا قوة. أما هذا تعرفوه وموجود في التنظيم المؤقت للسلطات العمومية اللي ينص أنه الوزير ما ينجم يعين القيادات الأمنية والمديرين العامين كان بموافقة الوزير الأول حسب تصريح الأستاذ نزار السنوسي المحامي. كان بودي زادة نحكي لكم على التقارب الحالي بين النهضة ونداء تونس لعزل الجبهة الشعبية، وكيفاش المغرب تحكي كيفاش النهضة اختارت نداء تونس، والضمير تقول انطلاق الحوار الوطني أكد أنه لا توجد صفقة بين النهضة والنداء، هل حان وقت الوفاق التاريخي؟ بعد تحكي على تقبل سيناريو التعايش بين الإسلاميين والدساترة الذي يراه كثيرون في الداخل والخارج حتميا وضروريا لإرساء نظام سياسي متوازن. أما هذا ياما حكيت لكم عليه منذ أشهر وفسرت لكم اللي هو سيناريو التعايش السلمي اللي باش يخلف خرافة الربيع العربي. فبحيث اليوم عنا ما خير وما أكبر وما أهم. فالشروق اليوم كتبت سلم نفسه أمس مداهمة منزل النهضاوي أحمد اللوز وحجز حاسوب عضو مجلس الشورى. وفي الصريح نقراو بسبب مخططات إرهابية على حاسوبه التحقيق مع أحمد اللوز في صفاقس وحبيب اللوز يوضح. في الصريح نقراو لا سامحوني نعاود حاجة صغيرة. الشروق كتب في الصريح نقراو وفي التونسية قال لك في صفاقس إيقاف مهندس تابع لمكتب قيادي في النهضة والتحقيق معه حول التحضير لعمليات إرهابية. النهضة تكذب وتتحدث عن شنو حسب رأيكم؟ تراه تتحدث عن مؤامرة بالطبيعة. هما بخلاف كلمة مؤامرة شنو عندهم في فهمهم. وتوا نحن لازمنا نصدقوا أنه سي أحمد اللوز خطيه وأنه ألفة الرياحي ورمزي بالطيبي عاملين مؤامرة لتشويه حركة النهضة، ولذا تعاونوا مع قراصنة إعلاميين باش يقرصنوا أورديناتور السيد ويزرعوا فيه وثائق وميلوات توحي بأنه عضو في شبكة قاعدة تحضر في عمليات إرهابية باش يورطوه ويشوهوا النهضة. وهذه رواية النهضة اللي خرجت البارح بيان حكيت فيه الحكاية هذه وختمته بجملة وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع بوضوح ببرنامج نقطة نظام على قناة المتوسط. إذن شكرا ليك سيادة المكلف بالإعلام بحركة النهضة. وتو نعودوا من هنا وماشي كي نحبوا ناخذوا موقف الحركة ما عادش نقلقوك بالتليفونات ونعودوا نمشيو طول قناة المتوسط. أما ردوا بالكم تقولوا عليها قناة خوانجية ولا حاجة، لا، هذاك الإعلام المهني المحايد النزيه الشريف حشاكم. في المقابل لازمنا نكذبوا رواية رمزي بالطيبي وألفة الرياحي اللي يقولوا أنه القرصان اتصل بهم بعد ما اخترق كورديناتور سي أحمد اللوز ولقى فيه خرائط ووثائق وميلوات تشير إلى اشتراكه في التخطيط لعمليات إرهابية على التراب التونسي. فوالا دونك مش صحيح أنه القرصان قال فرت على أورديناتور السيد يخي كلم مدونين يعرفهم يعملوا في الاستقصاء. أما صحيح هو أنهم المدونين هذم عملوا مؤامرة كونية خطيرة وتحالفوا مع قرصان شرير باش يدسوا وثائق ورسائل إلكترونية للراجل باش من بعد يورطوه ويشوهوا النهضة. الحاجة الباهية في الموضوع أنه الحكايات هذه الكل النجم نثبتوا فيها بسهولة، وأي انفورماتيسيان ينجم يخرج لنا البحث الصحيح، خاصة أنه الجماعة قالوا للقرصان لا يزيد دخل الأورديناتورات مكتب النهضة في صفاقس وزيد استغل صداقة بين أحمد اللوز وموظفة بإحدى الشركات اللي تعتمد في نشاطها على المتفجرات لاختراق حسابها هي الأخرى واستغلال بياناتها المهنية من أجل تأليف قصص مفبركة حول نوايا إجرامية. وهذا كلام مصادر جريدة التونسية في المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس. يعني باختصار الجماعة اخترقوا شطر اورديناتورات البلاد وطاحوا يفبركوا في الحكايات ويدسوا في الوثائق والميلوات عند جماعة النهضة وشركات بيع المتفجرات باش يورطوا ويشوهوا ويعملوا مؤامرة خطيرة ضد حزب النهضة البريء المسالم الوديع اللي لا عنده لا مع الإرهاب لا مع الإجرام ولا مع الإعلامية حسب ما قاعد نشوف. لهنا باقي فما مشكلة صغيرة. الرواية متاع النهضة خرجت لأول مرة نهار 3 أكتوبر في قناة المتوسط، أما رواية رمزي بالطيبي وألفة الرياحي ما خرجت كان بعدها
ردا على ما جاء في هذه القناة المهنية الشريفة العفيفة، لكنهم كانوا علموا الأجهزة الأمنية بالموضوع منذ 14 أوت اللي فات دون نشره في الإعلام. يعني عندهم أكثر من شهر ونص من اللي مشاو للأمن كي اكتشفوا الحكاية مش للإعلام، وتحرر محضر رسمي في الموضوع منذ 27 سبتمبر الفارط بطلب من رمزي بالطيبي. من بعد باش جاء الرد غير الرسمي متاع الجماعة نهار 3 أكتوبر على شاشة المتوسط، وجاء الرد الرسمي البارح يعني نهار 9 أكتوبر بعد مداهمة منزل أحمد اللوز اللي بالمناسبة ما يقربش لحبيب اللوز بالحق، وحجز الاورديناتور متاعه. بالطبيعة السيد تسيب في نهاره باش نكونوا متفقين. وفي الصريح اليوم عنا الشيخ الصادق الصريح الأمين لحبيب اللوز اللي قال حرفيا كما أشار إلى أن ما قاله الشاب على الموقع الإلكتروني المذكور لا يعدو أن يكون إجابة على أسئلة علمية طرحتها عليه امرأة وتتعلق بكيفية وتقنية صنع المتفجرات. يا رسول الله، يعني حقيقة ظلمت الراجل، يعني عيب عليكم. السيد علانيته يبحر على الانترنت ويجيب في الأسئلة العلمية حول تقنيات صنع المتفجرات. السيد يثقف في الشعب. ثم نسخة من قوس قزح هذيك كيف تصنع. يعني حقيقة ما يجيش. يعني السيد قاعد يثقف في الشعب ويوعي فيه ويعلم فيه في صنع المتفجرات، وانتم عاملين عليه مؤامرة وتدسوله في الوثائق والرسائل الإلكترونية باش توردوه وتشوهوا حركة النهضة. عيب والله عيب. زايد ما تحشموش، طول عمركم أزلام ويسار وإعلام عار وانقلابيين، أما تو يظهر الحق ويزهق الباطل وسيحاسبون. حصيلوا هاني توا ما حكيت لكم كان على اللي منشور للعموم في وسائل الإعلام، وما دخلتش في تفاصيل القضية اللي ما زالت ما خرجتش. خلينا نعملوا المهنية وسرية التحقيق والوقوف على مسافة وذكم الكل. أما هنا باش نتبعوا الموضوع ونوافيكم بالمستجدات أولا بأول، وكما قال مونتسكيو يا نهار الموت يا نهار الكشفة. على اون مزيكا FM بودكاست.